مع السلامة، معكم نهال. واليوم باش نعملوا بعضنا كسكسي بالدجاج في الأيام المفترجة هذه، أيام العشرة من ذو الحجة. العباد صايمين في تونس لازم يبدأ كسكسي يا بالعلوش يا بالمسلان يا بالبقري يا بالدجاج، كل قدير وقدره، يا بالخضرة زادة. المهم لازم الكسكسي. هاكا عندي الدجاج لهنا، حطيته في الخل والقارص، تحط عليه مغرفة ملح وتخليهم ربيع ساعة فك الماء ذاك، وبعد غسلوهم مليح وننظفوهم ونحطوهم يتصفوا. لازم نصفيوهم مليح مك الماء نتاعهم، خاطر اكل ماء روا ذاك يعمل صفوريه. من بعد خديت النحاسه نتاع المقفول، حطيت فيها شويه، تحطوا فيها شويه زيت زيتونه ولا شويه زيت عادي. تنجموا تقليو الفلفل في الزيت هذاك، وتنجموا تحطوا الدجاج نتاعنا اكل مغسول باش نحطوا ياخد صدمه هكاكا في الزيت، يزيد يبان انه على الاخر. هاكا حطينا الدجاج. نجي هكا عندي الطماطم الفريش هذيك تزيد تبنن على الاخر، قطعوها كعبتين طماطم. هذه الكعبة الثانية بتاع الطماطم، تعطي طعم ياسر بنين. هاكا شوفوا. توا نجيب كعبتين بصل زادة نقطعوهم، متقطعوهمش جويدين، البصلة على 2 ولا على 3. عندي لفاحات، تبلو كروية، بصل بودر، ثوم بودر، والفلفل الاسود، والفحات متاع الدجاج. وطبيعي عندي تحط راس حانوت، تحط الفحات اللي تحبها، شويه كركم كيما تحب. وعندي لهنا طماطم الحكه، هاكا تجي حوالي مغرفه كبيره من طماطم الحك. بالطبيعه تحطوا الفلفل الاحمر ولا التونسي تاعنا كالحار كي تحبوه محرحر، يا اما تحطوا كان عندكم صغيرات تحطوا الفلفل الاحمر الحلو اللي هو البابريكا، ونشحطوا الطماطم مليح. بعد هنا عندي 3 كعبات بطاطا صغيرين باش نقطعهم. هاكا كعبة على 2، ما فماش ما اسهل من هاك. ونخليهم يتشحطوا كيكا بالباهي. بعد عندي سنينتين ثوم، تنجموا تحطوا تنجموا ما تحطوش الثوم كيما تحبوا، تنجموا تحطوا كالثوم البودر والبصل البودر كيما تحبوا. بعد هاكا ما تشحطت مليح نمرقها بالماء، نحط لها الملحه. حطينا توا عندي هنا كينا الكسكسي نتاع القمح نتاعنا، ولا الكسكسي نتاع السميد، ولا تحطوا برغل، ولا تحطوا الكسكسي الابيض العاده هذاك، وتحطوا عليه شويه فلفل اكحل وشويه ملح، وترشرشوه بالماء من الفوق. كل ما هو يتضاعف الحجم يزيدوا ينشف هكاك، تزيدوا ترشرشوه مره اخرى 3 و4 مرات. تويك عندي هنا شوفوا مكنجله شويه قرع، القرع البطاطي والقرع الاخضر زاد، نرميوهم بعد ما تغلي هكاك النحاسه نتاعنا نرميوهم. وعندي هنا الحمص الحاضر، كان الحمص عندكم انتم ني مصموط برك تحطوه من الاول. انا هنا طايب حكوك طايب، نحط هكا الكميه اللي حاجتي بها، شوفوا، ونخلطها. ونجي نحط المقفول متاعي ونهبط عليه اكل الكسكسي متاعنا. تحطوا عود قرفة كان تحبوا، كان تحبوا زادة تحطوا كعبات عود. بعد رميت هكا قرن فلفل كي الصوص ثقلت معانا والكسكسي طاب. ومن بعد نجي نحط الكسكسي متاعنا هاكا، ونحط عليه الصوص من الفوق هكاك، نشربوه ونخليوه هكا يتشرب الصوص بالباهي 5 دقائق، ياخذك الطعم هكا ويتشرب بالباهي، وتاكلوا صحة وبشفاء. شوفوا الكسكسي والريحة ما نحكي لكمش. ونحط في الطبق متاعي بطبيعته، كان عندكم الشقالة التونسية تحطوها وتعبيوا فيها وتحطوا هكا من الفوق.
ما عندكمش كيما حالاتي وفي الغربة تحطوا في اللي موجود. هاكا حطينا البطاطا وحطينا الخضرة وحطينا الدجاج متاعنا ونزينوها هكاكا من الفوق ونحطوا كقرين الفلفل وتاكلوا صحة وبشفاء، وتعملوا في جنابه هكا صحان سليطة وكعبة زيتون وتاكلوا صحة وبشفاء. كان عندكم فلفل مملح وتاكلوا صحة وبشفاء. ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير، وكثروا من الدعاء وكثروا من الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد.